يا ساتر يا نهار. وجه ميعادنا النهارده مع معلومه جديده هنصححها لك. معلومه النهارده عن الجبنه الموتزاريلا، ازاي تقدر تفرق بين الاصليه منها والمضروبه. قبل اي حاجه خلينا متفقين ان الجبنه الموتزاريلا بقت اساسيه في بيوتنا وبقينا نلجا ليها في اكلات كتير جدا. بس المهم انك وانت بتشتري الجبنه الموتزاريلا ركز قوي في المكونات. بكل بساطه الجبنه الموتزاريلا في منها طبيعي وفي منها نباتي. اكسلنت يا بيبي. ابعد عن اكياس الجبنه الموتزاريلا اللي مكتوب عليها كلمه انالوج. الكلمه دي بتبقى مكتوبه على الجبنه الموتزاريلا من قدام او في المكونات بتاعتها من ورا. وكمان كلمه انالوج دي معناها شبيه للجبنه مش جبنه طبيعيه. كمان ابعد عن اللي مكتوب عليها في المكونات نباتي الدهن او زيوت نباتيه او مصنوعه من الحليب المبستر. كل دي مصطلحات تخليك تبعد عن النوع ده من الجبنه. انما بقى الجبنه الموتزاريلا الطبيعيه بتلاقي على مكوناتها انها مصنوعه من لبن بقري او خليط. كمان تقدر تميز ما بين الجبنه الموتزاريلا الاصليه من المضروبه، انك بعد ما تستخدمها هتلاقي ان الموتزاريلا الطبيعيه بعد ما بتسيح بيبقى لونها مصفر كده. انما لو لقيتها كلها لونها ابيض اعرف كده انك مش بتاكل جبنه موتزاريلا اصلا، ودي ملهاش اي طعم. والاهم من ده كمان ان لونها بيبقى اغمق اكتر وبتبقى خطر جدا على صحتك. يعني لو انت الجبنه بتاعتك طبيعيه واصليه هتمط معاك جدا، على عكس التانيه مفيش اصلا مطه. كمان مش اي كيس مكتوب عليه جبنه طبيعيه يبقى تصدق، لان اهم حاجه تبص على باقي المكونات. وكمان يا ريت ما تجريش ورا الشركات والماركات المشهوره للجبن من غير ما تبص على مكوناتها كويس جدا. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقه اقوى بكتير، وسلام عليكم.